الفنية دي. بصوا بقى احنا زهقنا من الطبخ، الجو حر زي ما انتوا عارفين، والعيال بيزهقوا من الطبيخ. قلت لهم النهارده هتاكلوا ايه؟ قالوا عايزين ناكل فطير مشلتت وجبنه وعسل. قلت لهم سهله وبسيطه، ما كترتش ما عملتش كتير. انا كنت كل مره بعمل اتنين او تلاته واحطهم في الفريزر. المره دي انا عملت واحده بس، لانه هو في الصيف اصلا بيبقى اكله تقيل. مش مستحب اكل الفطير في الصيف، يعني معظم احنا بنحب ناكله كتير في الشتاء، يعني لو قعدنا فطرنا واتغدينا وتعشينا بيه في الشتاء ما بنزهقش منه. طبعا عشان احنا في الصيف. وبعدين اعمله طريقته سهله وبسيطه، وبعدين انا بعمله لهم اصلا على الطاسه، بعمله لهم في الطاسه على البوتاجاز من فوق. بس النهارده بما اني كنت مولعه الفرن، كان مطلوب مني اوردر قرص. قلت ان انا اعمل بقى ايه، اعمل الفطيره القمر دي النهارده، وهناكل معاها ايه، العسل الاسمر، وهناكل معاها ايه، الجبنه القديمه الفلاحي. ماشي، ايه رايكم بقى؟ بصوا بقى الفطير، تعالوا بقى نسمي اللون بتاع كده ونشوف الفطيره كده وتوريقها. بصوا الفطيره، بصوا اصلا عامله ازاي، بصوا اصلا عامله ازاي من تحت. بصوا الفطيره عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بص الجمال، والله العظيم لوحه فنيه. بصوا عسل. قلت بقى النهارده نغير كده. بصوا قلب الفطيره عامل ازاي، بصوا، بصوا التوريق، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عشان التصوير. بصوا حاجه كده عسل. ما نتاكل بقى كده، ناكلها ان شاء الله كده مع العسل ومع الجبنه القديمه. في ناس بتحب تاكلها ومخرطه برضو طبق ايه، طبق قته جميل كده اهو، برضو متلج اهو، بسم الله ما شاء الله. في ناس بقى بتسلق بيض، انا عندي بيض بس هم ما بيحبوش الفطير بالبيض. في ناس بيحبوا ياكلوا معاه جبنه قريش. انا لا، عملت الفطيره دي، الفطيره ديت هي خدت مني دقيقه قد ايه، خدت مني كيلو الا ربع دقيق. انا ما عملتش الكبيره عشان الكبيره بتاخد كيلو دقيق. انا عملت الفطيره الصغيره اللي هي كيلو الا ربع دقيق عشان تخلص ما يبقاش منها حاجه. عشان انتوا عارفين ان الجو حر وما بيحبوش يترددوا على الاكله مره واتنين. في الشتاء بيتاكل، اقول لكم بيتاكل، بيسخنوه في الفرن وبياكلوه بسم الله ما شاء الله. قلت اطلع كده واوريكم الغدا ايه النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك وشير بقى عشان نوصل لكل جديد يا حبايب قلبي.